السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين قناة آسيا. النهاردة أول حاجة عايزة أطلبها، لو في أي شاب بيشوف الفيديو ده رجاء اقفله واطلع فورا. الفيديو ده ما يخصكش أبدا أبدا أبدا، ومش مسموح إن أنت تسمعه بأي شكل من الأشكال. فبعد إذنك علشان خاطر أزيح الحرج من عليا ومن عليك، فياريت تقفل الفيديو تماما. هو مخصص للبنات وبس. ولو انتي بنوتة لا كملي معايا الفيديو، لان انتي هتتصدمي بمعلومات لأول مرة تعرفيها. هتبقى صدمة بالنسبة لك زي ما هي صدمة بالنسبة لي، مع انها مكتوبة عليه واحنا عمرنا ما قريناها اصلا. فهي بالنسبة لي صدمة كبيرة وهتفرق معاكم جدا. لو انتي بنوتة دلوقتي بقى اضغطي على زر الاشتراك ولايك وشير للفيديو لو عجبكم، ويلا بينا نبدأ مع بعض. النهارده ان شاء الله هكلمكم عن كريمات ازاله الشعر، وبالاخص كريم ازاله الشعر فيت. انا مش بحب استخدم كريمات ازاله الشعر خالص. بس بيبقى عندي للطوارئ، يعني في وقت ببقى مجبره ان انا استخدمه، اكيد زيكم وزي ناس كتير جدا. اللي عاوزه اقول لكم النهارده ان معظم البنات بتستخدمه في المناطق الحساسه، وبالاخص في البيكيني اريا. وفي البيكيني اريا الموضوع خطر وغلط استخدامه. هجننكوا صح؟ هو الموضوع بالنسبه لي انا كمان يجنن جدا. لانها كانت صدمه كبيره قوي. تعالوا، كل كلامي النهارده ان انا هقرا لكم اللي عليه وهنناقشه مع بعض. طبعا هو عندي من زمان، فبالتالي العلبه طبعا مش موجوده. عاوزه اعمل فوكس. ايوه، هو هنا طبعا كاتب لي ان في تحذيرات ان انا لازم العلبه تكون عندي عشان خاطر اقرا التعليمات بتاعتها كلها قبل ما ابدا ننزل لهنا. هو فعلا بتحطيه من قبل 10 دقايق، كمان مش بيوصل 10 دقايق، 15 دقايق فعلا بتقدري ان انتي تزيلي الشعر تماما عن طريق الجزء بتاعه اللي بتحركيه، مفيهوش اي مشكله. الجزء بقى الضروري واللي انا هصدمكم زي ما انا اتصدمت بيه. طبعا انا المفروض كنت احتفظ بالعلبة. هي طبعا العلبة مش عندي، بس الفكرة هنا ان هو تصميمه للاستعمال على الساقين والذراعين والابطين والمناطق الحساسة. طيب زي الفل، يعني انا اقدر احطه وانا مطمنة. لو حد قرا الكلام ده هيقول لي امال انتي بتقولي بيكيني اريا؟ لا ليه؟ يعني ده هو كاتبها لنا فنستعمله عادي. لا، هي الفكرة في حاجة، المناطق الحساسة اللي هو يقصدها او اللي بشكل عام اي حاجة تقصدها غير اللي احنا كبنات نقصدها. خلينا نزود اكتر، استعماله غير مناسب على ايه؟ ما ينفعش ان احنا نحطه على ايه؟ على راسنا ده اكيد، لان يعني احنا بنحاول نطول ونتقل شعرنا، مش هنحطه على فروة الراس نقلل الشعر. على الرأس، الوجه اكيد مش هيتحط على الوجه. يعني ما تقوليش مثلا تعملي اي منطقة في وشك بيه، كده بتكوني بتتهوري جامد. العينين اي حاجة كده كده ممنوعة على العين. الاذنين، او بعتذر لكم جدا، اول مره اعرف ان في حد بيحط اي حاجه عند الاذن يعني، بس تمام. اللي فارق بقى معايا هو الكلام اللي جاي دلوقتي، عشان كده طلبت ان مفيش اي شباب يشوفوه. حول فتحه الشرج والاعضاء التناسليه. يعني ايه؟ يعني حضرتك كده لما تيجي تستخدميه، لسه هكمل لان لسه في تحذيرات تانية جميلة. ما بيفضلش استخدامه او استعماله غير مناسب على حول فتحة الشرج والاعضاء التناسلية. يعني من الاخر حوالين المهبل وحوالين فتحة الشرج، المنطقة دي بتكون فيها شعر. ده طبيعي عند كل البنات، يعني الكلام مش صدمة ولا جديد. فالطبيعي ازاي كاتبين استعماله في المناطق الحساسة، وازاي بيقولوا انه ما يستعملش في المناطق دي وهي من ضمنها. الفكرة ان الطبيعي استخدامه الصح هو على فكرة منتج، يعني كل منتجات ازالة الشعر جاية من اوروبا. فاوروبا عندهم ازالة الشعر بتعتمد منطقة حساسة اللي هي على المثلث، الجزء اللي سابق المنطقة اللي ما بين رجليكي. مش عارفه اتكلم ازاي في الموضوع ده، بس بجد الموضوع صدمني جامد. فالفكره ان احنا كبنات لما نيجي نحط الكريم، احنا بتبقى بالنسبه لنا المنطقه مثلا فيها شعر، بتحطي الكريم وتفرديه على المنطقه كلها. مش بتفكري انتي بتحطي فين حته، بتفردي طول ما انتي حاسه بشعر انتي بتفردي، وتقولي مره واحده هغسل وخلاص. لا، هو انتي لما بتفردي اخر مكان بتفردي فيه الشعر اللي هو بيكون في الكيرف من ورا في جسمك، ده بيكون حوالين فتحه الشرج. وصول الكريم ده حوالين فتحه الشرج بيعمل مصايب، فما ينفعش ان هو يتحط في المكان ده. طيب ما بيكون في شعر في المنطقة دي، وده طبيعي على فكرة عند الرجال وعند الستات، ان حوالين فتحة الشرج بيكون في شعر. يعني مش كلام حاجة، عشان خاطر لو اي شاب بيكمل معانا الفيديو لحد دلوقتي فضلك اقفله، لان فعلا الكلام محرج جدا. فتحة الشرج بيكون كده كده حواليها شعر. ما ينفعش ان الكريم يوصل له. الطريقة الافضل ان انتي تشيلي بيها هي السويت.
مش قادره تشيليه، يبقى من الاول ما تتهوريش وتشيليه، لان هو بيكون صغير جدا. مع ازالته بالكتير بيبدا ان هو يطول، فيبدا ان هو يكون ظاهر. فانت من الاول لو لسه ما عملتيش ما تقربيش المنطقه دي. طيب المنطقه اللي حوالين الاعضاء التناسليه اللي هي حوالين المهبل بيكون في جزء من الشعر، ما ينفعش برضو ان الكريم ده يوصله. يعني انت ممكن تعملي بالكريم ده المثلث اللي فوق، وتعملي ما بين رجليكي كده من بعيد، الجزء اللي لازق بس برجليكي، ما تقربيش للنص خالص. والنص هتبقي مجبرة ان انتي تعمليه بالسويت للأسف، لان الكريم ده مدمر بمعنى الكلمة. الناس اللي بتستخدمه باستمرار، طبعا انتي لو استخدمتيه مرة مرتين تلاتة اربعة طوارئ بس مش ورا بعض، يعني مش شهر طلع كريم طلع كريم كريم كريم، لا انتي لو مجبراله في كام موقف بس كده بعيد عن بعض، يعني ربنا هيسترها معانا وهتعدي بسلام، ما فيهاش اي حاجة. بس لما على طول اضراره انت في غنى عنها. يعني انا مش هتكلم عن اي اضرار، انا بس بقول لكم اللي على العلبه، لان فعلا اضرار كارثيه وصدمتني جدا 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 لما بدات ادور عليه بقى بشكل علمي. طيب كمان ممنوع ان هو يستخدم استعماله غير مناسب على، قلنا وصلنا لحد الاعضاء التناسليه. اتمنى الفوكس مش شغال ليه. ايوه، قلنا الرأس والوجه والعينين والأنف والأذنين وحول فتحة الشرج والأعضاء التناسلية. عرفنا ازاي نستخدمه على المثلث بس اللي فوق، المثلث بس اللي موجود عند العظمة وما بين رجلينا. المنطقة اللي في النص ممنوع استخدامه فيها. كمان الثديين، هو انا بصراحة بستغرب الناس اللي بيحطوه اصلا على الثديين، لان المنطقة دي بيكون فيها شعر بس بيكون صغير جدا جدا جدا، شعر وبري جدا. يعني المفروض انه ما بتقربيلوش ولا بتشيليه، لان انت لو شيلتيه الشعر هيتقل، ومع الوقت لو بتستعملي كريمات هيبقى زيك زي جوزك بالظبط. يعني المفروض المنطقه دي اصلا ما بيتشالش منها شعر خالص، ده اللي انا اعرفه. انه غير مناسب استعماله لاي مكان، اي من اجزاء الجسم. وما ينفعش ان احنا نستخدمه على اي بشره فيها اوردة مصابه بمرض الدوالي. يعني لو حضرتك لسه والده كده وفي دوالي جميله من الحمل في بشرتك واستعملتي الكريم ده، الدوالي دي بدل ما هتبقى مصيبه هيبقى عندك مصيبتين. انا اسفه في اللفظ، بس بلاشه. يعني مش وقت الدوالي ومحتاجه تستخدمي الكريم. يعني الدوالي استخدمي حاجه تانية، انت عايزه تعالجي المشكله في الاصل. طبيعي ان هو ما ينفعش لاي قرح زيه زي اي كريمات، ما ينفعش يكون في اي مشاكل الناس اللي عندها شمات او طفح جلدي. وكمان لو عندك تشققات في البشره او التهابات طبعا هيكون غلط جدا جدا. ولو بشرتك محروقه او ان انتي بتتعرضي للشمس على طول برضو هيكون غلط عليه. واهم حاجه ان انتي قبل ما تستعمليه بتعملي له اختبار على منطقه معينه في البشره. كل اللي فارق معايا دلوقتي هو ان احنا هنهتم بالتحذيرات بتاعته بس، ان هو مصيبه يا جماعه في المناطق الحساسه او في البيكيني اريا. بتستخدميه بس في المثلث اللي فوق او ما بين الرجلين، في النص لا. الكلام ده قررته كتير بس لازم بجد تعملوا كده عشان ما تصدموش بده، خصوصا الناس اللي معتمده على الكريمات وبس. يعني لو واحده مثلا بتعملي سويت على طول وجت في النص كده كريم، او حتى لو بتعملي الشيفنج على طول وفي النص مره كريم، ما فيهاش اي مشكله، مفيهاش اي ضرر كل كام شهر. لكن انتي استعمالك الاول والاخير هو الكريم، فانتي كده في مصيبه. انقذي نفسك. وانا اسفه الكلمه دي جدا، لاني بتضايق قوي لما بقولها، بس بقولها لما الوضع يكون كارثي جامد. فانتبهوا كويس جدا يا بنات لكريمات ازاله الشعر. ولو انتي مامي او لو عندك اختك، اسمايل زعلت مننا عشان كلامنا، هتش بالي. لو انتي مامي عندك بنوته او اختك او كده بتستعمله، لازم تعرفيها الاستخدام الصح ايه ليه. تقدر ان هي تحطه على ايديها، على رجليها، ايديها ورجليها لو فيها جرح فيها حرق فيها اي مشكله تمنعه تماما. كمان البنات اللي تحطه على بشرتها ده مصيبه، لاني اعرف صديقه ليا جربته على وشها وكانت على منطقة الدقن اللي هي فيها اصلا شعر وبري. يعتبر عندنا كبنات الشعر ده اصلا مش ظاهر وممكن ما يتعملش ولا نقرب له ولا اي حاجة. هي منطقة شعر وبري للأسف جربته فيها عشان تشيل الشعر الوبري ده. حاليا هي بتدور على جلسات ليزر تعملها تعالج لها المشكله اللي عندها، لان المنطقه عندها بقت خشنه جدا، بقى فيها شعر تقيل جدا، بقى فيها مشاكل كتير قوي. بقى لها كذا سنه بتعالجها، لان الليزر ازاله الشعر مش بس الحل، انها كمان دمرت البشره. وده نفس الدمار اللي هيحصل لاعضاء جسمك لو حطيتيه فيها من الاخر. فعلا هيبقى فيها مشاكل صحيه كتير قوي، هتبداي ان انتي تتعبي في العلاج. يعني صاحبتي عشان جربتها على بشرتها على وشها كام مره
بقالها لحد دلوقتي 3 او 4 سنين فعليا بتتعالج. يعني عملت جلسات ليزر خلاص لازالة الشعر، بتبدأ بقى تعمل جلسات ليزر عشان خاطر ترجع البشرة انها تبقى بشرة طبيعية، ما تبقاش بشرة خشنة او بالمشاكل كلها اللي هي اتعرضت لها. احذروا يا جماعة من كريمات ازالة الشعر قبل ما تستخدموها، خلوا استخدامكم فيها قليل قوي. استخدموا تشيفنج براحتكم قوي 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 قوي، وبلاش ازالة الشعر في كل الاماكن، اماكن معينه بس. اشوفكم على خير فيديو جديد. اكتبوا لي في الكومنتات انتوا قبل كده اصلا قريتوا ايه الكلام المكتوب على الكريمات دي ولا لا. يعني انا اول مره افكر ان انا اقراها، ولما قريتها قلت لا انا لازم ادور، مع ان انا الكريم ده يعني استخدامي، شايفين الكميه القليله اللي خدتها، الكريم ده عندي بقاله سنه. حتى كنت لسه هبدا ادور على تاريخ الاكسباير بتاعه بقى والعلبه بتاعته عشان خاطر اشوف ينفع استخدمه ولا لا. فده استخدامي ليه خلال سنه، الكميه القليله قوي دي. عمري في حياتي ما فكرت ان انا اقرا اللي عليه بجد. انتوا فكرتوا قبل كده تقروها ولا لا؟ ولما قريتوها دورتوا ولا ايه؟ وكمان اي حد لو يعني انا مرضتش اقول لكم الحاجات اللي تقلق اكتر، بس لو دورتوا بشكل علمي وفي مواقع اجنبيه هتتصدموا من الكوارث اللي الكريمات دي بتعملها بجد. خاصه حوالين فتحه الشرج او عند الاعضاء التناسليه بتبقى مصيبه. ربنا يحفظكم يا رب ويعافيكم ويعافي جميع بنات المسلمين ان شاء الله وجميع البنات على خير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اكتبوا لي في الكومنتات حابين نعمل فيديوهات عن ايه، واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.